السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. أهلا بحبايب قلب المتابعين. يلا بقى نعمل ايه؟ بسم الله ما شاء الله. النهاردة هنعمل فطير، حاجة كده ايه، مورق ما فيش بعد كده، يعني حاجة ايه زي ما انتوا شايفين كده. يلا بينا نشوف المكونات بتاعتنا عبارة عن ايه. معايا 5 كيلو من الدقيق، ومعايا باكو بيكنج باودر، ومعايا معلقتين من الملح، ومعايا كوباية من السكر، ومعايا مية، معايا بولة فيها مية. يلا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده. نحط بقى ايه المكونات اللي هي الجافة الأول. كده حطينا الملح، وبعدين نحط السكر، وبعدين نحط البيكنج باودر، نفضي البيكنج باودر كده ايه على الدقيق. المكونات الجافة كلها نفضيها على الدقيق، وبعدين ايه نقلبها في بعض، نقلبهم نسويه في قلب الدقيق كده. وبعدين ايه نشوف هنعمل ايه الخطوة اللي بعد كده. كده بقى نحط المية على الدقيق زي ما انتم شايفين كده. نحط بحبة بحبة لما نشوف ايه العجين بتاعنا، الدقيق بتاعنا هيقبل قد ايه من المية. وكده قبل المية كلها اللي معايا انا فضيتها، واخليهم يجيبولي كمان شوية مية تانيين. اقلب بقى الدقيق كله في قلب العجينة كده ببعضها كده، عشان كله ايه يتعجن في قلب بعضه زي ما انتم شايفين كده. الف العجين كله، افضل الفه كده لما يشرب ايه السوائل بتاعتنا اللي هي المية كلها. عشان ايه لو في دقيق لسه ما تغلفش بالمية، ازود بقى شوية مية ايه اعمل الف العجين كده زي ما انتم شايفين. لسه في شويه ما تغلفوش بالميه اهوت. هجيب بقى حبه ميه للدقيق اللي تحت دوت والفه كويس. الفطير عايز يتلت كمان. انا جبت الميه بقى اهيت ولفيت الدقيق كله بالميه. وكده بقى ايه الف العجين كويس، وبعد كده اعوص ايدي من الميه ولت العجين كويس. اهم حاجه ان انت تلت الفطير كويس. العجينه لما تلتيها كويس بتبقى ايه فيها عرق، وبتبقى ايه وتبقى حلوه، وبتبقى طريه وملمسها طري معاكي، وما بتعذبكيش ايه في التبطيط ولا في الفرد الفطير. كده انا بلم الدقيق كله في اللي في قلب البوله كده، وايه عشان الف العجين بتاعنا كله زي ما انتم شايفين كده. كده بنلف العجين جاء كله كده، هلفه كويس ولته جامد، وهرجع لكم تاني. كده انا رجعت لكم تاني بعد ما لتته كويس ولفيته لف حلو. وقلت لبنتي برضو ايه تعالي، قالت لي ويا ماما كمان مليتهولك كمان شويه. بتاخد برضو كمان هي ايه بتلت، بتاخد لها فم كمان لت جامد كده. لما العجينه بقت ايه زي ما انتوا شايفينها بتتمط بتشد معانا، هي فيها عرق، هي عامله زي الاستيك، ما بتتقطعش معانا. لو اتقطعت معانا مش هتستحمل معاكي في الفرد. انما اهم حاجه ان انت تلتي العجينه بتاعتك كويس، وتديها حقها علشان تيجي لما تيجي تشتغلي في الفطير تبقى العجينه متماسكه وبتتفرد معاكي كويس، وما بتعذبكيش في الفرد. اهم حاجه تلتي العجين كويس. معلش يا جماعه عفوا، يعني عشان انا ايه كان عندي دور برد اصلا بقالي اسبوع. والله الفطير ده معمول ومركون على التسجيل، ما كنتش عارفه اسجل، كان صوتي رايح خالص اصلا. الحمد لله يعني بقيت كويسه الحمد لله.
فانا الوقت ايه كده خلصناه بقى. بنتي رتته كويس اهيت، خدته كملت عليه معايا، عشان بنحب ندي ايه للعجين حقه. علشان زي ما انا فهمتكم قبل كده، اهم حاجة ان العجينة تبقى واخدة حقها في اللت، وتبقى عشان تديكي طريقة ساعة ما ترتاح بقى شوية. هنريحها بقى العجينة شوية عشان تيجي ما نقطعها تبقى سهلة في التقطيع معانا. وكده احنا ايه العجينة ارتاحت 10 دقايق، وكده انا دهنت الطبلية بتاعت الزيت وابتديت اقطع اهوت العجينة، مقطعاها قد الرغيف الصغير كده مرتين زي ما انتوا شايفين. انا بوريكم اهوت، لان انا هوريكم الطريقة اللي انا هعمل بيها. انا كنا بنعمله زمان الاول بنكبره، تبقى الفطيرة كده قد 10 من دولت كده، تبقى كبيرة، ونفرد بقى الطبلية الكبيرة المدورة ونبطط ونجردها ونعمل، ونرجع نعمل بقى بالسمنة نرشها في الاخر. لا احنا بقى غيرنا الطريقة بتاعت زمان ديت. هوريكم بقى انا هعمل ايه دلوقتي معاكم. كده انا هخلص التقطيع كلها بقى وارجع لكم تاني. انا ابتديت الفرد اهوت. انا جبت بقى سمنتي، جايبه سمنه، مش هقول لكم كلها سمنه بلدي ولا حاجه، لا انا عامله سمنه بلدي على زيت ذره على سمنه نباتين كريستال بستخدمها. سخنتها كويس وجبتها بقى، بحط الرغيف في قلب من الله وهي سخنه كده، وابتدي بقى ايه بعص ايدي كده من السمنه اهيت. حسيت ان الفطيره مش هتمشي معايا كويس، تحط لها بقى ايه شويه سمنه كده عشان تبقى ماشيه معاكي. لما تشوف ما بتبقى ماشيه بتبقى سهله في المشي، ما بتبقى التغذية عليها سمنة كويس بتلاقيها بتحسي بتمشي معاكي على طول، بتتفرد معاكي. شوفي العجينة الصغيرة بسم الله ما شاء الله فردت معانا قد ايه، ولسه كمان بتفرد كمان اهي، لسه كتير هتفرد كمان. يعني اظن حته العجينه الصغيره، لو الفطيره الكبيره بتاعت زمان كانت بتبقى مقربه لديت او كبيره عندي يعني مره كمان، انما شوفوا دي الصغيره عملت قد ايه. لان عشان تعرفوا قد ايه ان هي رقيقه، قد ايه ان انا يعني مرققاها، عامله كده زي حاجه كده زي مفيش لا تقولي جلاش ولا اي حاجه، خفيفه خالص كمان عن ورق الجلاش والحاجات دي خالص خالص. مش مورقه ازاي خالص ازاي. حاجه كده بسم الله ما شاء الله. يعني ايه ما اقولكوش بعد كده فطير، يعني هتشوفوه. لا بصراحه يعني كان طعمه جميل جدا وتحفه. كوبايه السكر عملت معاه طعم مفويش، وبعد كده التوريقه بتاعته رقيقه. شوف انا بشده خالص كمان، يعني انا ببقى رقاه خالص وتلاقيني وانا بشده عشان اطويه تلاقيني بشده كمان. لقيت حته معايا كمان تخينه بزود. اشوف بشد كمان ازاي، برقق ازاي، بديها نسبه رقيه كمان. شوفوا بسم الله ما شاء الله ازاي. شوفوا بشد اهو بتني واشد، بتني واشد. واشوف الحته اللي هي مثلا ما تشدتش قوي اشدها كمان معايا تاني. اه حاولي ترققي على قد ما تقدري. هيدي معاكي جلاش قصدي لا مؤاخذه فطير، مفيش ارق من كده ولا ارق من كده يعني في التوريقه بتاعته. انا كنت عامله قبل كده واحده، عملتها التانية حطيتهم في قلب بعض كده، طبقت ايه الاتنين في قلب بعض كده. هتبقى صغيره على الفطيره هحط لها ايه كمان واحده. شوف العجينه ساحت معانا ازاي واتفردت ازاي، بقى مع ان هي كانت في العجين كانت لابسه ساحت مع بعضها. هي طريه بس كمان في العجين كانت شد. طرز زي ما انتوا شايفين كده معانا، وحطيتها في قلب السمنه، وابتدي على طول ابطط على طول وافرد كده زي ما انتوا شايفين. شوفوا بتمشي معاك ازاي بمنتهى السهوله ازاي. شوفوا بسم الله ما شاء الله الفطيره سايحه ازاي، العجينه بتمشي معاك ازاي بمنتهى السهوله. اظن ان مفيش طريقه اسهل من كده، سهله جدا ومتعذبكيش ومتتعبكيش، وفي نفس الوقت بتديكي نتيجه كويسه. حاجه كده بسم الله ما شاء الله في ثواني في ثواني. شوفوا ما خدتش يعني ما كملتش ثواني والفطيره اتفردت ازاي معانا. وشوفوا اديتنا مثلا حته العجينه الصغيره ديت، الرغيف الصغير عمل معانا قد ايه فطيره قد ايه كبيره.
وبنفس الوقت بتيجي تلميها بتلاقيها صغيرة. يعني من التلاتة الرغيف دوت عملت منه 3 على ما عرفت اعمل منه فطيرة برضو متوسطة، ما هياش كبيرة قوي زي اللي احنا كنا بنعملها زمان. معادش حد بيحب الفطير الكبير قوي اللي عايز صواني كبيرة وكلام من دوت. احنا بنبقى قد بنحب الفطيرة تبقى وسط كده. شوفي بحب ارقق ازاي لحد الحرف كله بتتك عليه ازاي. فريته لما جبت اخر الطبلية زي ما انتوا شايفين معايا ازاي عامل ازاي حاجة كده. لو اتقطعت زي ما انت شايفة كده او رقت من ما تقلقيش. شوفي اهو كل ده يتطبق ازاي ويتعمل في التوريقة بتاعتنا. كل ده يتدارى، مفيش حاجة هتلاقي، مفيش الهوا من ده. شوف بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. من كتر رقتها مش عارفة اشيلها من على الطبلية. حاجة كده تحفة والله، بسم الله ما شاء الله. شوفي برجع اشدها تاني ازاي. اظن محدش بيرقق بالطريقة ديت يعني. اهو الاخرى بتديكي حاجة مفيش، لا بتدي طبقة توريقة ولا حاجة، تلاقيها سايبة من بعضها خالص. اهو كده بص جبت الفطرتين التانيين حطيتهم في قلب بعض ولميتهم زي ما انت شايفة كده. كده بقى خلاص الفطيرة بتاعتنا خلصت. نشوف بقى ايه نجيب ونعمل غيرها بقى. اجيب بقى معاكم كده واعمل ايه واحدة تانية هي. ولا بتحتاجي بقى دقيق وتعفري نفسك وتعملي نفسك، بتطلعي من الحلة وتفردي كده على طول. وفي نفس الوقت ما بتاخدش معاكي سمنة كتير، ولا بتستهلك معاكي دقيق ولا كلام من ده. واستنيتها برضه بتستهلكش سمنة كتير، لان اني الوقت اللي كنت عاملة سمنة يعني من اللي بيعملوا بقى فطرتين 3 من بتوع زمان، عشان كانوا بيضطروا يحطوا كتير ويرشوا ويعملوا. انما الوقت انا بس بعصر الرغيف زي ما انتوا شايفين كده. وان حسيت ان ايدي عملت ببل ايدي وارجع اعمل تاني كده عشان امشي الفطيرة تمشي معايا زي ما انتوا شايفين. اهو بحتاجش يا دوبك بس اغطس، وان احتجت لقيت ايدي مش ماشيه خلاص اغطسها في السمنه. مفيش خلاص تلاقيني زي ما انتوا شايفين كده بحتاجش احط. فعملت كميه سمنه بلدي على زيت على على سمنه بلدي على سمنه نباتين. يعني كانوا يعملوا فطرتين من بتوع زمان او 3. والله بسم الله ما شاء الله فاضل مني كمان. ليه؟ لان انا كده ما استهلكتش. وفي نفس الوقت الفطير طالع مورق معانا وما هوش ناشف ولا حاجه، ولا باين ان هو ناشف. تحس ان هو ايه مليان سمنه وفي كل حاجه زي ما انت شايفه كده. اهو بسم الله ما شاء الله. حاجه كده بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها. شوفوا الحته اللي في النص ديت انا ما اقدرش اجي معاه عشان الفطيره رقيقه لا تشيل ولا تحط فيها. انا هرققها واما اجي اتني واطبق هرققها ان شاء الله معاكم زي ما انتوا شايفين. هتشوفوا هشدها زي ما انا بطبق اتني واشد اتني واشد علشان كله يبقى واخد سمك واحد وكله شوفوا حاولت ارققها عشان هي كانت حسيت ان هي تخينه وما مشيتش معايا من الاول. ركزت في الحروف وسبت الوسطانيه. طب انا هعمل ايه بقى؟ انا ما اقدرش اعمل ايه في اللي في النص ديت. شديت رفعتها وشديتها وتنيتها زي ما انتوا شايفينه. حاجه كده بسم الله ما شاء الله مفيش بعد كده. شايفين بسم الله ما شاء الله. كده طبقتها اتنيها بقى ديت، لان ايه دي اول واحده تعتبر اول واحده. اطبقها خالص واركنها لما اعمل غيرها. كده جبت غيرها اهوت وطستها في السمنه وعملتها زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انا وريتكم برضو في الخطوات اللي قبل كده. كده عصت ايدي زيت، حسيت ان هي جافه شويه، قمت عايصه الوش وقمت قلبها. وابتدي بقى اللي احس انها ناشفه شويه من السمنه اجيبها بايدي واحط عليها وابتدي افردها. ما بتاخدش دقيقه في الفرد، ما بتغيبش. شوفوا كده
اهي بتتفرد بسهولة اهيت، مفيش بعد كده اه ماشية على طول مع الواحد اهي في ايد الواحد في ثواني. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده ايه مفيش بعد كده زي ما انتوا شايفين اهو. الفطيرة بقت في ثواني اهي، ما كملتش دقيقة، وشوفوا فردت معانا ومفيش معادش حاجة بسيطة اهوت. وهبتدي بقى ايه اتني واتنيها اه زي ما انتوا شايفين اهوت. بسم الله ما شاء الله اتفرد في ثواني اهوت. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. حاجة كده ايه، حاجة هتعجبكم ان شاء الله. حاجة ايه رقيقة وطريقة سهلة ما بتعذبش زي ما انتوا شايفين كده اهو. اشدها كمان تاني اهوت، افردها الحته اللي احس ان هي مش خدت حقها ارجع اشدها تاني زي ما انتوا شايفين كده اهو. بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي، يعني اللي عايزه تعمل مفيش اسهل من كده طريقه. بشدها كمان اهو، اشد على قد ما اقدر اهو. اجيب التانية برضو احطها في قلبها كده وافردها في قلبها واتنيهم على بعض تاني كده زي ما انتوا شايفين كده. كده بقى ايه نركنها على ما نجيب ايه نعمل واحدة تانية. وكده هي التلاتة دولت اللي هم قد رغيفين عيش صغيرين بيتعمل منهم تلاتة في قلب بعض. تفرديها واحدة وتعمليها بالطريقة زي ما انا عملت كده، تحطوا في قلب بعضهم التلاتة. شوفوا يعني ما اقولكوش بقى ايه زي ما انتوا شايفين بقى كده ايه العجينة اهيت. عجينتك ما تبقاش لابسة قوي ولا طرية قوي عشان تبقى ايه سهلة معاكي في المشي. كده انا برضو خلصتها اهيت الفطيرة. كده بقت الفطيرة بتاعتنا برضو كاملة، تحط في الصينية بتاعتها تبقى جاهزة على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. شوفوا حاجة ايه مفيش بعد كده، حبة فطير بالهنا والشفا. انا عملت الكمية ديت 5 كيلو عشان انا وحبايبي واخواتي. بحب اعمل حاجة ما اكلش منها لوحدي، لازم حبايبي واخواتي يدوقوا منها. انا مش فاكرة والله بصراحة هم عملوا كام فطيرة معانا، بس زي ما انتوا شايفين ايه يعني كده ايه حاجة ايه انا بحب اعمل الحاجة بيبقى طعمها حلو وشكلها حلو. ما بحبش والله اكلها لوحدي. بتبسط ان انا لما حد ياكل معاها وما حد يقول لي حاجتك حلوة وطعمها حلو او عمايلك حلوة، ببقى مبسوطة. وما اعرفش من كلت حاجة لوحدي ببقى زعلانة، ما لازم ايه ادوق حبايبي منها. فزي ما انتوا شايفين ايه حاجة يعني ايه بسم الله ما شاء الله كده. كل اللي كل منه الف ترك بسم الله ما شاء الله مية مية المرة دي كمان عن كل مرة كمان. كان جميل كان تحفة والله.
اهم حاجة وانت بتعجني العجين بتاعك يبقى العجين تبقى العجينة طرية، ما تبقاش لابسة قوي، وتبقى ايه لا تعجنت كويس، عشان مهما تشدي فيها وتمطي فيها ما تتقطعش منك وما تتبهدلش منك. ماشي، زي ما انتوا شايفين كده الفطيرة دي جت كبيرة قوي، فانا حتى الحرف اللي نحالي دوت تخين، انت هتشوفوها تقولوا ده تخين، لا انا لسه هرققه بقى، لان ايه جبت الطبلية على اخرها وايه وفردتها. الحتة اللي بلاقيها زي ما انتوا شايفين كده عاملة بجيبها. ليه؟ لان العجين بتاعي ما بيلزقش ببعضه، بعرف اجيبه لانه ايه معمول بسمنة، مش معمول بحاجة تانية. فبتشيليها وتحطيها زي ما انت عايزة، ترفعها كده وتجيبها كده زي ما انت شايفة. بشد بايدي اهيت الحتة اللي هي رقيقة التخينة، بشدها ورقة تاني. كده زي ما انت شايفة كده الفطيرة كلها بقت رقيقة ازاي. كده دي اول فطيرة. نبتدي بقى خلصنا الكمية بتاعتنا كده، نبتدي ايه بقى نبطط ونفرد في الصواني علشان نحط الفرن. انا ولعت الفرن بتاعتي بدرجة حرارة لا هي عالية قوي ولا هي واطية قوي، الفرن يحمى نحطه علشان ايه الجلاش بتاع الفطير بتاعنا رقيق مش تخين، والورق بتاعه برضو مش تخينة، والفطيرة مش تخينة، فمش عايزة توطي عليها قوي عشان ما تنشفش معاك، عشان تبقى طرية وحلوة معاكي كده. تبقى النار متوسطة، لا هي عالية ولا هي واطية. امسك الفطير كله كده في الصواني بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، افرده كده. دي الصينية عشان هي صغيرة كانت على قد الفطيرة ايه يدوبك. في صواني تانية هتبقى كبيرة، هنضطر ايه نفرد الفطيرة على قد ايه الصينية كده. بقى نمسكها ايه الفطيرة واحدة واحدة كده ايه ندهنها. انا ما عنديش قشطة، لو عندك قشطة بلدي قشطة فلاحي من وش اللبن او كده قشطاها تدهني بيها يا نار عليها، بتبقى جميلة، تبقى تخلي الفطير تحفة. بس انا كمان انا ما عنديش، جبت من السمنة اللي فايضة مني، عملت منها ودهنت وش الفطيرة عشان وش الفطيرة معانا ايه ما يبقاش ناشف، ويبقى طالع حلو واحمر وحلو كده، ما يبقاش جافف كده. دي طبعا الصينية دي كبيرة، مش هكبر الفطيرة وهديها على ايه على قدها، علشان ما الفطيرة ما تبقاش رقيقة معانا، لان انا الصواني اللي عندي مش قد بعضها زي ما انتوا شايفين كده. كل فطيرة تديها على قد ايه تخنها عشان ما تبقاش رقيقة زي ما انتوا شايفين كده. نبتدي بقى ندهن برضو وشها كده زي ما انتوا شايفين بايه بالفرشاية كده من السمن. وزي ما قلت لكم عندكم قشطة، القشطة جميلة برضو. في ناس بتعمل وشها بالبيض، بشوية بيضة بشوية لبن وتربهم جامد بورقة فانيليا، ودي دهن كده ايه وش الفطيرة برضو بتحمر معانا وش الفطيرة برضو. برضو الصينية دي كبيرة برضو معانا، هنبتدي برضو ايه نديها برضو على قد الايه على قدها، مش هنكبر قوي، على قد الفطيرة بتاعتنا السمك اللي انا عايزاه بتاع الفطيرة اعمل. ادهن برضو الوش بتاعها كده زي ما انتوا شايفين، وايه وادهنها بالفرشاية كويس كده. الحرارة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين الفرن بتاعنا النار بتاعته هي وسط اهي كده. الفطيرة بتاعتنا هي في الفرن يا دوبك قايمة درجة الغليان كده. كده الفطيرة بتاعتنا بتقب معانا اهي زي ما انتوا شايفين.
زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي الفطيره بتغلي اهيت، مفيش احلى من كده ولا ارق من كده، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله، ومورق خالص، مفيش بعد كده. وما تنسوش بقى ايه، لو فطيري عجبكم وعجبني طريقه عمايلي في الفطير، واكتبولي في الكومنتات بتاعتي على التعليقات بتاعتكم، او عايزين اي حاجه وصفه اي حاجه اعملها لكم، انا تحت امركم. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله الفطيرهيت كلها قبت اهيت. ابتدت ما تاخد معانا لون اهيت، اللون بتاعها انا شفته من تحت بقى مظبوط وكويس. الوقت بقيت اديها بقى اللون بتاعها من فوق زي ما انتوا شايفين اهوت. كده خدت اللون بتاعها اللي هو الطبيعي اهوت. هسيبها كمان دقيقة برضو، ثواني كده واطلعها عشان تبقى مشفشفة وحلوة. زي ما انتوا شفتوا الفطير بتاعنا كله اهوت عملته حاجة، شوفوا بيتقطع مني بسهولة، مش عارفة امسكه اهو، سايب يعني مورق خالص، مفيش بعد كده. شوفوا مفيش حتة يعني اهو مورقة، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، مفيش حاجة بعد كده.